السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الحب، صباح النشاط والحيوية، صباح الطاقة الإيجابية على أغلى مشتركين ومشتركات عزاز على قلبي. نتمنى أن تكونوا كامل بخير في صحة جيدة وتكونوا كامل مهنيين. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو أكيد ما ننساوش كاملا نعطروا أفواهنا بالصلاة على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا كنتم مش مشتركين في القناة اشتركوا، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وأكيد ما تنسوش تدعمونا باللايك والبارتاج والتعليقات الإيجابية اللي تدل على مدى وعيكم ثقافتكم ورقيكم، وهذا الشيء يبقى فضلا وليس امرا. اليوم باذن الله راح نقدم لكم وصفه غاتا مقارون في غايه الروعه، مع واحد الكريمه يعني تجي خفيفه، تجي مشمخه، ما تجيش ناشفه، والاهم من ذلك وصفه سهله سريعه التحضير واقتصاديه في نفس الوقت. اذا بدايه راح نحضروا الحشو اللي رانا رايحين نخلطوه مع المقارونه تاعنا. عندي لهنيه في المقلاة تاعي حطيت 3 مغارف كبار تاع زيت، ورحيت في نفس الوقت حبة بصل في لامولينيت، نرحيها يعني في الرقيق. انتم تقدروا ترابيو البصل تاعكم كما تقدروا تقطعوه الى مربعات صغيره. انا لهنايا رحيت البصل تاعي كما قلت لكم في لامولينات ولا في الاشواط. لهنايا نخلي البصل تاعي حتى يتقلى لي مليح. واكيد من ناحيه اخرى راني حاط قدره داير فيها تقريبا ريتل ونص تاع ماء، حطيت فيها رشة تاع ملح، شوية زيت، وحطيت فيها المقارون نتاعي يغلي لي. الا هنايا البصل تاعي بعد ما ذبل لي شوية حطيت عليه كمية من الزيتون اخضر مقطع ايفيلي، حطيت عليه كذلك ربع صدر تاع دجاج فقط، يعني كمية قليلة فقط درتها تاع صدر تاع دجاج قطعته مربعات صغيرة. لهنايا اختياري، تقدروا عندكم ديروه، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه، كما تقدروا تعوضوه بالفيونداشي اللحم المفروم. لهنا عندي كمية تاع معدنوس، وعندي كذلك التوابل نتاوعي اللي هما ملح، وكذلك راس الحانوت. تقدروا تستغناو على راس الحانوت وتعوضوه بالفلفل الاسود، يعني على حسب التوابل اللي متعودين عليهم. لهنا راح ندير التوابل التاوعي. اذا نعاود لكم الحشو تاعي كامل واش فيه: 3 مغارف كبار تاع زيت، حبه بصل كبيره رحيتها في لامولينات. بعد ما ذبل لي البصل تاعي ضفت له كميه من الزيتون مقطع ايفيلي، كميه من الدجاج مقطع مربعات صغيره، وكذلك معدنوس، وكذلك رشه تاع ملح، وراس الحانوت. لهنا بالنسبه للكريمه تاعي نحتاج فيها زوج حبات تاع بيض، قطعه تاع جبن، وكذلك عندي كاس حليب. هذه الكريمة تجي رائعة، هي اللي رانا رايحين نخلطوها مع الكغات تاع مقارون تاعنا، يعني في بلاصة البيشاميل. وكما قلت لكم يعني سريعة. اذا بهذه الطريقة نميكسي كامل المكونات تاوعي مليح بالبراميكسور. بهذه الطريقة ما عندكمش براميكسور تقدروا تخلطوا الحليب تاعكم مع البيض عادي، وبعد ذلك الجبن تضيفوه، يعني تقطعوه مربعات صغيرة وتضيفوه. لهنا أكيد الجود بالموجود، وكل واحد يعني يستخدم على حساب الإمكانيات اللي موجودة عنده في البيت. إذا أنا لهنا ميكسيت الخليط نتاعي مليح بالبراميكسور، وبعد ذلك أكيد رانا رايحين نمر مباشرة باه نشوفوا الكغات تاعنا كامل كيفاه رانا رايحين نوجدو. لهنا الكريمة تاعي أصبحت جاهزة، الحشو أصبح جاهز. المقارونة تاعي بعد ما غلالي صفيته وشللته بالماء بارد. لهنا راح نضيف عليه كمية من الحشو، وراح نضيف عليه الخليط نتاعي. اذا بهذه الطريقة لهنا تقريبا اديت نص باكيت تاع مقارون. بهذه الطريقة المهم يعني كي نديرو الكريمة تاعنا المقارون تاعنا يجي يعوم في الكريمة نتاعنا بهذه الطريقة. اذا كما راكم تشوفوا، ولا هنايا نحكم مول اللي يدخل للفرن، دهنته بالزيت ورانا راح نحط فيه الخليط نتاع المقارون نتاعي بهذه الطريقة. وبعد ذلك نحكم كمية من الجبن المبشور، راني راح ندير له كامل على الوجه. في نفس الوقت الفرن تاعي يكون مسخن على درجة 180 درجة. راح ندخل الكغات المقرون تاعي من التحت يطيب لي يا ربي 5 دقائق 10، وبعد ذلك نشعل الشواية تاعي باه
الجبن تاعي يذوب وكذلك يتغراتينا. ها هي الكغاتة تاعنا قبل ما ندخلو للفرن بعد ما زينتو بالجبن المبشور. إذا راح ندخلو كما قلت لكم للفرن يطيب لي من التحت وكذلك راهو رايح يطيب لي من الفوق، وها هو كغاتا مقارون تاعنا جاهز أمامكم مباشرة على طاولة التقديم. وصفة خطوة سهلة بسيطة، وكذلك كما قلت لكم المذاق تاعو من أروع ما يكون. يعني شوفوا الكغات تاعنا يجي هذيك الطبقة من الفوق محمرة، وكذلك الكغات تاعنا من الداخل يجي مشمخ ما يجيناش ناشف. نتمنى ان وصفتي لنهار اليوم تكون على تعجبكم، تجربوها في بيوتكم، اكيد راكم رايحين تنجحوا فيها وتفرحوا بها كامل العائله والاحباب. مسكوا الختام، تحيه الاسلام وتحيه الاسلام بالسلام. السلام الله عليكم.